في ناس لسه عايشة بس علاقتك بيهم ماتت. في اخوات مش بيتكلموا بقالهم سنين، وأمهات قلوبهم مكسورة من جفاء ولادهم، وأزواج بيعيشوا في بيت واحد لكن كل واحد فيهم عايش لوحده. ولو سألت أي حد فيهم إيه السبب يقولك كلمة واحدة: الكرامة. لو حاسة إنك بتبعدي عن أهلك أو في برود بينك وبين إخواتك، ولو الود بينك وبين شريك حياتك مات، بلاش تستني الخصام يكبر علشان لسه في وقت تنقذي اللي بينكم. تابع معايا لنهاية الفيديو علشان الفيديو ده هيشرح لك 6 خطوات تنقذي بيها علاقتك بأقرب الناس ليكي قبل فوات الأوان. أول خطوة تاخديها تبعتي رسالة بسيطة، حتى لو بوحشتني أو أنا أسفة. كلمة صغيرة ممكن تكسر جدار سنين. ولو كرامتك دي منعتك إنك تبعتي رسالة بسيطة، ولا إنك تردي على مكالمة، ولا حتى تقولي أنا أسفة، فأحب أقولك إن ياما علاقات كتير انتهت مش عشان الخيانة، لأ، لكن علشان الكبر، وعشان كل واحد مستني التاني يبقى. تاني خطوة عايزة أقولها لك: بلاش تحكي كل حاجة لحد تاني. الناس مش دايما بتنقل الكلام صح، والمشاكل العائلية مكانها جوه البيت. عارفة أصعب وقت؟ لما تفقدي حد كنت بتحبيه وتفتكري آخر مرة كلمتيه قلتله إيه. يمكن كان خصام، يمكن كان صمت، يمكن ما كانش فيه وداع أصلا. ليه نفضل نكابر لحد ما نفقد؟ رقم 3: اسمعي بجد، مش بس علشان تردي، لأ، اسمعي علشان تفهمي وعلشان تداوي. بدل ما تقولي انت اللي غلط، قولي انا كنت متضايقة بس مش عايزة نخسر بعض. خطوة رقم 4: افتكري الخير اللي ما بينكم. ما هو مش كل المواقف كان فيها مشاكل، لكن في ايام كان فيها ضحك ولحظات حب. افتكريها. افتكري صورة قديمة جمعتكم. افتكري الضحكة اللي كانت طالعة من القلب. هي دي الحاجات اللي تستاهل تحافظي عليها. خطوة رقم 5: صلي وادعي لهم. ادعي من قلبك ان ربنا يجمع القلوب. الدعاء بيغير القدر، حتى اللي بنقول عليه مستحيل. والدعاء مش بس حل، ده وسيلة ربنا بيجمع بيها القلوب. خطوة رقم 6: خدي خطوة مهما كانت صغيرة. زيارة، مكالمة، هدية بسيطة. أحيانا خطوة واحدة بتفتح باب كان مقفول بقاله سنين. في ناس محتاجة بس تحس إنك لسه مهتم. العيلة مش دايما بتتفهم، بس دايما بتستاهل فرصة تانية. العلاقة العائلية لو اتكسرت ممكن تتصلح، لكن لو ماتت الندم بيفضل طول العمر. عارفة ايه أصعب حاجة في العلاقات؟ إنك تكوني بتحب حد جدا بس المسافة اللي بينكم بقت كبيرة. مسافة زعل وكرامة وجروح متبادلة. بس مهما كان البعد، لو في نية صافية وخطوة صادقة، كل حاجة ممكن تتصلح. محدش فينا كامل وكلنا بنغلط، بس اللي بيفرق هو مين اللي عنده شجاعة يقول أنا مش عايز أخسرك. ربنا ما خلقناش نعيش لوحدنا، خلقنا في عيلة، في ناس حوالينا نحبهم ويحبونا. بس الشيطان دايما يحب يفرق ويكبر المشاكل الصغيرة، ويخلي الكلمة تكبر في دماغك لحد ما تسيب اللي بتحبه. قبل ما تغمض عينيك وتقول خلاص فات الأوان، خد خطوة حتى لو كانت صغيرة. قول كلمة حلوة، افتح باب كان مقفول، ابعت رسالة أو حتى ادعي من قلبك. قال الله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. الإصلاح مش ضعف، ده قوة وحب وإيمان. في يوم من الأيام هتبص ورا وتقول الحمد لله إني ما سبتهمش يضيعوا من حياتي. ابدأ دلوقتي، لأن يمكن الخطوة اللي هتاخدها النهاردة تكون سبب في إنك ترجع علاقة كانت هتضيع للأبد. ولو حسيت إن الكلام ده ليك، شاركه مع غيرك واكتب في التعليق أنا ناوي أبدأ. شارك الفيديو ده، يمكن يكون سبب في صلح وقلوب تتجمع من تاني. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.